السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض وصفتين حلوين قوي بطريقه حلوه وسريعه ومن غير اي تعقيدات. هنعمل الشيش طاووق بالتتبيله مميزه قوي، وهنعمل الرز المبهر. الاتنين مع بعض بصراحه حاجه خرافه. ان شاء الله تعتمدوا وصفه الشيش طاووق المشوي مش في الفرن، هنشويه على عين البوتاجاز من فوق، وهنعمل شويه رز مبهرين معاهم تحفه. تعالوا زي ما اتعودنا نسمي بسم الله ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، ونشوف هنعمل ازاي الشيش طاووق والرز المبهر. أنا معايا كيلو من الصدور، بتجيبيها صدور مخلية. ده كيلو من الصدور بيبقى بالشكل ده. ما شاء الله ساعات الكيلو بيجي معاكي 3 صدور كبار وممكن يجي 4 صغيرين. فانا الكيلو طلع معايا 3 صدور كبار بالشكل ده. انا طلعتهم من الفريزر وسبتهم لما خلصوا التلج منهم، ونقعتها 3 ساعات في ميه بليمون. وبعدين عشان طبعا الزفاره زي ما احنا عارفين، ميه من الحنفيه، وعصرت فيها ليمون ونقعت فيها صدور الفراخ. ودلوقتي صفيتها ونشفتها، ودلوقتي هنقطعها مع بعض مكعبات. طبعا انتوا عارفين ان شيش الطاووق بيتقطع مكعبات، فهوريكم التقطيعة في الأول علشان الناس اللي مش بتعرف تقطع شيش طاووق أول مرة. طبعا الناس اللي عارفة مش الكلام مش ليهم، يعني الكلام للناس اللي مش لسه ما بتعرفش تقطع شيش طاووق كويس. دي بالشكل ده بتقطع مكعبات كده بالشكل ده متوسطة، مش صغيرة، عشان ما يتهرتش مننا واحنا بنحطه في العصاية بتاعت الشيش، ومش كبيرة علشان ما تاخدش وقت في النضج بتاعها أو في السوى بتاعها. هقطع كيلو الصدور كله بالشكل ده مربعات متوسطة زي ما اتفقنا بالطريقة دي. زي ما قلت لكم حبايبي في اول الفيديو، ان شاء الله هنشوي شيش الطاووق بتاعنا مش في الفرن، هنشويه على البوتاجاز من فوق. وهقول لك على كذا طريقة يا ست الكل تشوي بيها الشيش طاووق بتاعك بكذا طريقة ان شاء الله، كلهم على عين البوتاجاز من فوق. هكمل انا تقطيع كمية الفراخ، صدور الفراخ اللي عندي. نسيت اقول لكم انه ممكن تعملي طبعا الشيش بالوراك، يعني يمشي بالاتنين، بالوراك او بالصدور. برضو هتقطعي الوراك لو بتحبوا الوراك في الشيش طاووق، هتقطعي الوراك برضو نفس التقطيعة بتاعتي اللي انا مقطعاها النهاردة دي. برضو هتديكي طعم حلو جدا ونتيجة حلوة. يعني ملوش قاعدة اللي هو او بصدور معينة او بوراك، هو ملوش قاعدة، بيتعمل بالاتنين بيبقى ممتاز. وهنعمل له تتبيله بقى جميله جدا وسريعه وسهله وبسيطه، وان شاء الله تعتمديها. وباذن الله حتى لو عملتي عزومه وعملتي طريقه الرز المبهر بتاعنا النهارده او الشيش طاووق اللي هنعمله مع بعض النهارده، باذن الله هتعجبك جدا. باذن الله انا واثقه ان شاء الله ان هي هتعجبكم باذن الله، خصوصا الناس اللي بتحب تبهر اكلها هتعجبهم وصفتي ان شاء الله النهارده. تعالوا بقى اول حاجه نعمل بهارات. نقول مع بعض بهارات الشيش طاووق سهله جدا وبسيطه جدا، وهقول لك بديل الحاجه اللي مش موجوده عندك. طبعا قطعنا صدور الفراخ خلاص. الاساسي معانا لازم يكون معاكي زبديه، اي نوع زبادي عندك، والبهارات المشكله بتاعتنا دي من كل نوع معلقه صغيره. معلقه صغيره فلفل اسود، معلقه صغيره كاري، معلقه صغيره جنزبيل، معلقه صغيره كركم، معلقه صغيره توم باودر، بصل باودر، بابريكا، كمون، والملح طبعا الملح بتاعك اللي حسب الرغبه. تمام. هكتب لكم كل المقادير بالتفصيل في صندوق الوصف بالمعلقه. وده كيس تتبيله الشيش الطاووق الجاهزه. انا بصراحه ما بفضلهاش، ده يعني بجيبه في التلاجة احتياطي، بس انا ما بفضلهاش، ما بتدينيش طعم التتبيله اللي بنعملها في البيت. ممكن لو انت عايزه تتبيله سريعه ممكن تستخدمي الكيس ده وتتبعي التعليمات اللي مكتوبه عليه من ورا بتضيفي له ايه. هنكمل المكونات بتاعتنا: معلقه كاتشب ومعلقه مستردة، ممكن تستغني عن المستردة، وممكن تبدلي معلقه الكاتشب بمعلقه صلصه اللي هي الصلصه المعلبه. ومعايا معلقتين من الخل الابيض ومعلقتين من زيت الزيتون بديل زيت الزيتون، اي زيت في المطبخ عندك. اتفقنا؟ دي بهارات الشيش طاووق بتاعت الفراخ بتاعتنا النهارده. وطبعا لسه هنزود عصير ليمون، بس انا ما عصرتوش، هعصره فريش على طول بعد ما اخلص التتبيله. هجيب بولة كبيرة علشان اعرف اقلب التتبيلة بتاعتي وتتجانس كويس مع بعضها، واعرف اخلطها مع قطع الصدور كويس جدا. تمام. اول حاجة هنفتح الزبادي، اي نوع زبادي عندك، بلدي او زبادي مبستر. انا اللي كان متوفر عندي الزبادي المبستر
بالشكل ده. الزبدية فايدتها للشيش طاووق ان هي بتخليها طرية، وتخلي شيش طاووق دايما بيحتفظ بالسوائل جواه، بتديها طراوة وبتديها طعم حلو جدا. هضيف بقى بقية المكونات كلها على الزبادي. حطيت الخل وحطيت الزيت زي ما اتفقنا، ممكن بديل زيت الزيتون، زيت عادي من المطبخ، ومعلقة الكاتشب ومعلقة المستردة. لو مش متوفر عندك كاتشب ممكن تحطي معلقة صلصة او معلقة صويا صوص. هقلب كل المكونات مع بعض، وبعدين هنزل البهارات كلها مرة واحدة. هكتب لكم البهارات بالتفصيل في صندوق الوصف زي ما اتفقنا. عايزه اقول لكم يا حبايبي ان التتبيله دي من اروع التتبيلات اللي ممكن تعملوها للشيش طاووق. مفيش حاجه مش موجوده فيها، كلها تحفه، بتديله طعم رهيب وريحته في البيت بصراحه يعني كانك بالظبط بتشويه في مطعم. وطريقه الشوي النهارده اللي هنعملها على البوتاجاز من فوق حلوه جدا واحلى بكتير جدا من الفرن. هقول لكم ايه السبب، لان الفرن بينشف الفراخ شويه، البوتاجاز بالعكس ما بينشفهاش، بيسويها بسرعة جدا برضو وبيخليها تحتفظ بطراوتها، بتفرق. لكن الفرن بينشفها. عشان ما نخرجش بره الموضوع، دلوقتي هعصر الليمونة على بقية التوابل بتاعتنا حبايبي بالشكل ده. عصرت ليمونة كاملة على كيلو الصدور. طبعا لو انت هتعملي اكتر من كمية الصدور اللي انا عاملاها النهاردة، هتضاعفي كل كمية البهارات اللي احنا اتفقنا عليها، اللي احنا قلناها مع بعض. خلاص كده خلطت كل المكونات مع بعض. دلوقتي هنزل بصدور الفراخ وهقلبها كويس قوي في التتبيله بتاعتها. ريحتها اصلا من قبل ما تستوي او تحطي فيها الفراخ ريحتها جميله جدا. ان شاء الله هتجربوها وهتنبسطوا بيها ان شاء الله. هنزل بمكعبات الصدور او الوراك زي ما تحبي تشتغلي، الاتنين هيدوكي برضو نتيجه ممتازه. انا بعتمد تتبيله الشيش طاووق دي من زمان جدا والحمد لله. يعني البيت مبسوطين منها قوي ومش عايزين يغيروها. يعني حتى التتبيله اللي في الكيس جربتها مره، مش بتدي نفس الريحه والطعم بتاعه التتبيله اللي انت بتعمليها بايديكي والبهارات اللي انت بتركبيها مع بعضها بايديكي في البيت. الاحلى بقى ان احنا طبعا لو هنعمل شيش طاووق، الاحلى بكتير ان احنا نعملها من بالليل ونغطيها في التلاجة لتاني يوم. بس انا هعملها كده وهسيبها حوالي ساعتين لغايه ما نجهز بقيه الحاجه، ونجهز الرز المبهر اللي هنقدمه جنب شيش طاووق، وبعدين نشتغل على طول فيها. بس انا بقول لك الافضل ايه، ان انت تتبليها من بدري الصبح بدري مثلا لو هتعمليها في غدا، او من بالليل لو مثلا جهزت حاجتك وهتسويها تاني يوم. تعالوا بقى نعمل الرز المبهر الجميل جدا جدا اللي ان شاء الله تعتمدوه حتى ان شاء الله في العزومات. حطيت شويه زيت حلوين، وبشرت بصلة صغيرة. يعني هخلي البصلة تطلع ريحتها، بس انا مش عايزة البصلة تلون. تمام، يا دوب البصلة بس هتسخن شوية وتطلع ريحتها، مش عايزاها تلون خالص. الرز المبهر النهاردة بتاعنا جميل جدا ان شاء الله، سهل قوي قوي وقريب شوية من الرز الكبسة، وطعمه كمان حلو قوي. بس يعني هيعجبكم ان شاء الله. بهارات الرز مجهزاها جنبي، معلقه كزبره ناشفه، معلقه كركم، معلقه كاري، 4 ورقات ورق لورا، فلفل اسود، كمون، بابريكا، قرنفل، قرفه، حبهان مطحون او هيل، وجنزبيل. برضو هنكتب مع بعض، هكتب لكم بهارات الرز المبهر في صندوق الوصف لوحدها غير بهارات الشيش طاووق. ومعايا مكعب مرقه هحطه دلوقتي على طول على البصله بعد ما اشم ريحتها. هضيف على طول مكعب مرقه فراخ، عشان احنا عاملين الرز المبهر جنب شيش طاووق، فهضيف مكعب مرقه فراخ. لو هتعمليه جنب لحمه هتحطي مكعب مرقه لحم. يا دوب بس هقلب المكعب المرقه في البصله لغايه ما ريحته تطلع كده ويسيح معايا. بيدي ريحه حلوه جدا لما بيتقلى، غير لما بنحطه في الاخر. وبعدين هنزل كل البهارات كلها مره واحده ما عدا الحبهان، هسيبه للاخر عشان افتحه. لازم تحطي فصين الحبهان، احنا عندنا في مصر بنقول عليه حبهان، في البلاد العربيه اسمه هيل. فالفصين الهيل او الحبهان بتفتحيهم علشان النكهه بتاعته اللي بتبقى جوه الفص لازم تخرجيها علشان يديك الطعم الحلو.
تمام. هقلب بقى البهارات بتاعتي في البصله وفي في المرقه تقليبه حلوه كده، وبعدين وهفتح فصين الحبهان بالشكل ده. بالشكل ده انا هعمل النهارده الرز المبهر بالرز المصري. ممكن تعملوه بالرز المصري وممكن تعملوه بالرز البسمتي. انا غاسله كوبايتين من الرز المصري ومصفياهم كويس. دلوقتي بعد ما البهار بدأ ريحته يطلع هنزل كوبايتين الرز المغسولين كويس قوي ومتصفيين، وسايبه الكاتل جنبي بيغلي ميه عشان لازم نحط على الرز ميه سخنه. الرز بتاعنا النهارده مش شرط ان انتوا تعملوه مع شيش طاووق، ممكن جدا تعملوه مع فراخ مشويه، ممكن تعملوه مع لحمه محمره، ممكن يتعمل مع كذا حاجه، مش شرط خالص ان هو يتعمل مع شيش طاووق، بس احنا بنحب نعمله دايما جنب الفراخ المشويه او الشيش طاووق، بيبقى طعمه حلو قوي قوي. هقلب الرز شويه لغايه ما يسخن مع البهار، وزي ما قلت لكم بغلي ميه سخنه في الكاتل عشان احط على الرز ميه بتغلي. هقلبه في الزيت والبهارات والبصل كده لغاية ما يسخن الرز شوية، ويشرب من البهارات بالشكل ده. دول كوبايتين من الرز، لو عايزة تضعفي الكمية هتضعفي كمية البهارات. انا هكتبها لكم بالمعلقة، الحاجة اللي معلقة صغيرة هكتبها، والحاجة اللي هتتعاير بمعلقة كبيرة هكتبها برضو بإذن الله، عشان لو هتضعفوا كمية الرز على حسب عدد الأفراد تضعفوا البهار بتاعكم يطلع إن شاء الله مظبوط وزي العسل. خلاص كده قلبت الرز وبدأ الحمد لله يسخن. دلوقتي هنزل عليه المية اللي بتغلي، على كل كوباية رز كوبايتين من المية، يدوب بس كده. هزود المية لغاية ما تغطي الرز وهقلب، وبعدين أول ما يبدأ يغلي شوية ههدي النار خالص ويغطيه. بس بعد ما يغلي شوية بالشكل ده، ريحته بقى مش قادرة اوصف لكم، ريحة التوابل مع المرقة مع البصلة اللي بشرناها وقليناها في الأول، بصراحة يعني مش قادرة اوصف لكم، ريحة الرز خرافة، يتاكل حاف من غير أي حاجة جنبه بصراحة والله. يعني إن شاء الله لو عملتي الرز ده في أي عزومة هيشرفك جدا جدا، لو عملتي جنبه أي حاجة حتى لو أي حاجة. هدوق بس الملح بتاع الرز علشان احنا حطينا مرقة، فما تستعجليش وتحطي الملح عشان نطلعش حادق ومش هينفع يتعالج. فانا عشان حاطه مرقه فدقت الاول الملح بتاع الرز، لقيته محتاج يدوب حاجه بسيطه، زودتها زي ما انتم شايفين كده وهقلب. مش هحط الملح العادي المعتاد اللي بنحطه لان المرقه معروف ان هي فيها ملح، فعشان ما تحدقليش الاكل وتبوظهولي فزودت شويه صغيرين بس. ودلوقتي ههدي النار خالص وهغطي الحله وهسيبه بقى يستوي على البخار، يستوي الرز العادي المعتاد بتاعنا بالشكل ده. وتعالوا بقى نكمل الشيش طاووق بعد ما تبلناه. هو دلوقتي بقاله بالظبط ساعتين، هم مش وحشين، ساعتين حلوين جدا، بس كل لما قعد في التتبيله مده اطول كل طبعا ما هتبقى النتيجه مختلفه. انا معايا شويه فلفل اخضر قطعته مربعات عشان طبعا يدخل جوه الخشب بتاع الشيش، ومعايا بصل برضو، طبعا ممكن تضيفي فلفل الوان احمر واصفر براحتك، المتاح عندك اعمليه. وممكن ما تحطيش فلفل خالص ولا بصل وتعملي الفراخ بس من غير حاجه، اللي بتحبوه في البيت واللي يعني اللي البيت متفق عليه اعمليه. هجيب بقى طبق علشان نرص الفراخ بتاعتنا في الشيش، وهقول لكم ازاي نسويها مع بعض على البوتاجاز، نشويها وتديني طعم المشوي بجد على البوتاجاز من غير فرن، باذن الله هتطلع جميله جدا. الفرن يا جماعه بينشف الشيش طاووق قوي، هعملها معاكم مره في الفرن وهتشوفوا الفرق بين الفرن وبين البوتاجاز. البوتاجاز من فوق بيخلي الفراخ طريه جدا، الفرن بيخليها ناشفه ويعني فيها شده شويه. هحط بقى قطعه من الفلفل الاخضر وقطعه من البصل وقطعه من الفراخ المتبله، وبرضو هعمل بنفس النمط، مثلا واحدة بصل واحدة فلفل اخضر وقطعة فراخ، وهكتر كده في الفراخ في عصاية الشيش هكتر، يعني احط اكتر من 4 قطع او 5 قطع علشان ايه اللي ياخد مثلا واحدة يبقى فيها كمية فراخ حلوة متبقاش كلها خضار بس. ممكن تعملوها زي ما قلت لكم بفراخ بس، ما تحطوش خضار ولا بصل ولا اي حاجه، بس احنا بنحب الفلفل والبصل مشويين، بيبقوا بصراحه طعمهم خرافه وهم مشويين مع التتبيله دي بيبقوا حلوين جدا، فعشان كده انا زودت فلفل اخضر وبصل.
بنفس النمط زي ما اتفقنا كده، وهحط فلفل وبصل وصدور الفراخ اللي متبلينها بالشكل ده. ما شاء الله كيلو الصدور عمل معايا يعني شوية حلوين جدا جدا. بالشكل ده يا حبايبي. هكمل بقى، هعمل معاك واحد كمان بنفس النمط كده وهرصه في طبق. مش هحطه خالص على البوتاجاز غير لما اخلص كل الكمية. هخلص كل الكمية كلها وبعدين نبدأ نشتغل فيه في السوا بتاعه. بحط فلفلة وبصل وصدور فراخ. ممكن كمان تعيني الشيش طاووق في الفريزر في المرحلة اللي احنا متبلينها دي دلوقتي. ممكن تاخدي الكمية اللي انتي هتاكلوها مثلا على قد الوجبة، والباقي هتحطيه كله في كيس في الفريزر. لما تيجي تشتغلي بيه هتطلعيه متبل جاهز جدا، تطلعيه على طول يا دوب يفك من التلج بتاعه وتشتغلي بيه على طول. دي طريقة التخزين الشيش طاووق لما تكوني متبلاه جاهز بنفس زي ما هو كده متبل. طبعا قبل ما نحطه في العصاية مع الخضار والبصل وهو لسه في البولة كده بالتتبيله بتاعته، هتطلعي على قد الكميه اللي هتكفيكوا، والباقي تعينيه في الفريزر ليوم تاني. وممكن تجهزيه من قبلها بكذا يوم، مثلا من تجهيزات الشهر مثلا زي اللي بنجهزها في الفريزر. لو انت مثلا سيده عامله وعايزه تنجزي في وقتك، ممكن تعملي مثلا الشيش طاووق بالتتبيله وتعينيه في الفريزر جاهز بتتبيلته، يا دوب تطلعيه على طول ترصيه في الاسياخ بتاعته وبعدين تشويه. برضو من الوجبات السريعه والجميله. بالشكل ده هعمل بقى الباقي على السريع كده ونسويه مع بعض بإذن الله، هيطلع في منتهى الجمال. مفيش بساطة بعد كده. التتبيلة في منتهى السهولة وطريقة العمل بتاعته سهلة جدا وبسيطة. نوعوا في أكلكم عشان ما تزهقوش، وأحلى من بره بكتير والله. إن شاء الله التتبيلة بتاعتي دي هتعجبكم جدا وهتعتمدوها إن شاء الله. والبهارات بتاعتنا مظبوطة جدا، ولا في حاجة كتيرة ولا في حاجة قليلة، مظبوطة جدا بترضي جميع الأذواق إن شاء الله. هخلص كده بنفس النمط. عمل معايا ما شاء الله كمية حلوة قوي. ممكن كمان تعملي التتبيلة بتاعتنا والطريقة دي الشوي على البوتاجاز من فوق مع الرز بتاع النهاردة التحفة. ممكن تعمليها كمان في عزومة جنب شوية حاجات تانية برضه هتبقى حلوة قوي. شايفين عمل كمية حلوة ازاي؟ جميلة جدا. تعالوا بقى اما نشوف هنسوي ازاي على البوتاجاز. انا عندي الجريل بتاعتي اللي انتوا طبعا شفتوها معايا في كذا وصفة قبل كده، انا ما بستغناش عنها بصراحة. هشوي فيها النهارده شيش طاووق. لو انت بقى مش عندك جريل، او لو عندك الجريل اللي هي من غير غطا، هتشوي فيها عادي، مش هندهن فيها اي حاجه خالص. احنا طبعا متبلين الشيش طاووق بزيت، فمش هنحط فيها اي حاجه خالص. هننزلها على طول بالشكل ده، مش هنحط فيها اي حاجه خالص. وهنزل الشيش طاووق بتاعي بالشكل ده، هرصه على نار عاليه، اوعي تهدي النار. لو ما عندكيش بقى جريل هتعملي ايه؟ هتجيبي صينيه، ويا ريت تبقى غير لاصقه، صينيه غير لاصقه اللي هي صواني التيفال او الجرانيت، وهتعملي فيها زي ما انا بعمل كده. هترصي كل الاسياخ بتاعتك، وكل لما تلون من جنب هتقلبيها على الجنب التاني بالراحه ومنتهى السهوله لغايه ما كل الفراخ تلون والخضار يتشوي وتديك اللون الجميل اللي متعودين عليه بتاع المشويات بالشكل ده. مش هغطيها خالص، انا هسيبها دلوقتي وبعدين على نار عالية هبدأ اقلبها على الجنب التاني. لو انت بقى الجريل بتاعتك من غير غطا، طبعا هتغطيها بورقة فويل. بعد ما تاخد لون من جميع الجوانب هتقومي مغطيها بورقة فويل 10 دقايق لغاية ما تحسي ان هي استوت من جوه، وبعدين تكشفي الورقة الفويل وتسيبي الشيش بتاعك ينشف ويلون بالشكل ده. لو انت هتعملي في صينيه على البوتاجاز برضو تغطيها بورقه فويل لو ما عندكيش غطا مناسب للصينيه. عرفنا ازاي هنشوي شيش طاووق على البوتاجاز؟ هي دي الطريقه، ومش هنضيف له بقى ولا زيت ولا اي حاجه خالص. هو بينزل السوائل بتاعته والتتبيله بتاعته وبيستوي فيها وبيبقى بسم الله ما شاء الله زي الفل. ما بيحتاجش اي حاجه، ولا ني من جوه ولا ناشف ولا اي حاجه. بصوا الجمال، سخن لسه بيدخن اهو. ما خدش مني 10 دقايق على البوتاجاز، ولا فرن بقى ولا ينشف ولا حاجه.
كمان لما نغرفه دلوقتي هوريكم طري ازاي. تعالوا بقى نجيب الرز الجميل المفلفل ده، ريحته بقى والله يتاكل حاف، هيعجبكم جدا جدا. قريب جدا من رز الكبسه، بس طبعا ما فيهوش اللومي وما فيهوش القرفه، القرفه اللي هي القرفه السيجار. انا حاطه قرفه بودر وما حطيتش فيه لومي. هنشيل بقى ورق اللورة. ده رز مبهر مش رز الكبسه. رز الكبسه طبعا بيبقى فيه شويه اضافات تانية، بيبقى فيه حاجات مختلفه، بيبقى فيه القرنفل مثلا صحيح، انا حاطه القرنفل مطحون، بيبقى فيه القرفه صحيحه، بيبقى فيه اللومي، بيبقى فيه شويه اضافات تانية. بس ده الرز المبهر انا اللي بصراحه انا يعني اللي عاملاه، وانا اللي جربته في كام وصفه قبل كده عجبوهم هنا في البيت، فاعتمدته بصراحه جميل جدا وعجبهم. شوفوا ما شاء الله مستوي جدا ولا لازق ولا اي حاجه خالص، عشان سيبناه يستوي على البخار وهدينا عليه النار خالص. بصوا بقى الجمال والحلاوه، ولا كلفتنا اي حاجه، وشويه بهارات ورز من البيت. وادي الفراخ هي الفراخ اللي بنجيبها في البيت، بس عملناها بطريقه مختلفه ونوعنا وغيرنا في شكل الاكل وطعمه. ما شاء الله بصراحه اكله تفتح النفس. يا رب ان شاء الله تجربوها بالطريقه دي، وتجربوا الشيش طاووق بتاعي على البوتاجاز من فوق من غير فرن ولا حاجه، هيعجبكم جدا ان شاء الله، وهتعتمدوه باذن الله. وان شاء الله هتعملوها باذن الله على طول، وتقولوا لي ايه مزاياها معاكم وايه عيوبها، عشان باذن الله لو فيها اي مشكله نحلها مع بعض. ويا رب يكون النهارده الفيديو عجبكم ان شاء الله. وما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو، واللي ما اشتركش في القناه يشترك في القناه ويفعل زر الجرس لو حابب يوصلوا اشعار باي فيديو جديد. وشاركوا الفيديو مع كل حبايبكم عشان يشوفوا الوصفات السهلة والبسيطة وينوعوا في أكلهم. بصوا بقى الجمال، عايزة أوريكم بس قطعة قد إيه هي مستوية. بصوا زي الفل، بصوا بتطلع من الخشبة أصلا من غير ما أشدها. شايفين مستوية إزاي، وطعم المشوي فيها والتتبيلة روعة. يا رب تكون عجبتكم، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله.